السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. في هذا الفيديو الخوت ما غنقولوش الكلام الفاحش، ما غنقولوش الكلام الخاسر، ما غنقولوش الكلام القبيح، ولكن غنطقوا فعلا مصطلحات عندنا في دارجتنا المغربية على أنها كلام فاحش وقبيح. ونعطيكم كذلك هذا الكلام القبيح اللي عندنا في اللهجة والدارجة المغربية من جا بالضبط، وسبحان الله عنده علاقة بقضية الصحراء المغربية، وغنتكلموا بالدليل وبالحجة وبالبرهان. اليوم الخوت غنتكلموا على انتفاضة الزملة. قبل ما ندخلوا في الموضوع بغيتكم تركزوا مزيان على هذا الفيديو، غنعطيكم بعض التفاصيل باش نبداو الانطلاقه، باش تشدوا معايا، باش نحطكم في صلب الموضوع. بغيتكم تركزوا على هذه الصوره ديال هذا الشخص اللي كيظهر لكم مع بريهمات غالي. هذا الشخص اللي اثرت عليه انا باللون الاصفر، هذا هو محمد السيد ابراهيم باصيري. وهذا الشخص هو الشخص الوحيد اللي كتخلد ذكراه سنويا للبوليزاريو والمغرب متشاركين فيه، سبحان الله. بوليزاريو كتخلد ذكراه سنويا وكذلك المغرب. عائلة محمد السيد ابراهيم باصير، عائلته بالضبط كتعيش ومستقرة في مدينة الدار البيضاء، عائلته كاملة. وسنويا المغرب كيخلد ذكرى اختطاف محمد السيد ابراهيم باصيري، وكيطالبوا بإسبانيا بكشف مصير هذا المناضل. هذا محمد السيد إبراهيم باصيري كتقول البوليساريو أنه صحراوي وما عنده حتى علاقة بالمغرب، كان كيعيش في السمارة وما كيعرفش المغرب، ما عمرو عاش ولا كان في المغرب. المغرب كيقول على أنه سيدي محمد باصيري مغربي، ولد في شمال المغرب في منطقة أزيلال، والدته ووالده مغربيان. وهو هذا الشخص اللي كيظهر لكم في الصورة، هذا هو اللي كذلك أثرت عليه أنا بالأصفر. الوالدة تاعو هي هذه اللي حداه، اسم ديالها تيقولوا عليها أمي الزهرة. أمي الزهرة، كتعرفوا هذا الاسم عندنا حنا في المغرب بالدارجة المغربية، بالقلب الدارجة المغربية. أمي شامة، أمي خديجة، أمي فاتحة، ولد أمي الزهرة، ولد أمي حليمة. كتعرفوا نتوما المصطلحات ديال اللب اللهجة والدارجة المغربية. فهاد أمي الزهرة هي والدة محمد باصيري. ركزوا معايا على اللباس تاعها. هذا اللباس ماشي لباس أهل البيضان، ماشي لباس الصحراويين والقبائل الصحراوية ولا القبائل الموريتانية والقبائل الأزاوادية. هذا لباس مغربي من شمال المغرب، هذا لباس الزوايا المغربية، لباس أمازيغي مغربي من شمال المغرب. هذه أمي الزهرة رحمة الله عليها بنت أزلال، ولدت وترعرعت في مدينة أزلال بالضبط. الوالد ديالو اللي كيظهر لكم في الصورة خريج إحدى المدارس العتيدة والعريقة بفاس، وهو من شمال المغرب كذلك. محمد باصيري هذا كينحدر من الزاوية الباصيرية ببني عياض اللي كتوقع بإقليم أزلال. وهذه الزاوية الباصيرية يعود تأسيسها إلى والده سنة 1942. درس فيها محمد باصيري واستعلم وقرأ القرآن وحفظ القرآن مزيان، ثم درس المرحلة الابتدائية بالتقدم بمدينة الرباط حيث تقدمه معروف. واصل دراسته بمراكش إلى أن حصل على شهادة البكالوريا، وهاجر إلى مصر ودرس في الأزهر، وهناك تأثر بجمال عبد الناصر وعرج إلى سوريا ولبنان وتأثر بالصحافة في ذاك الوقت. ومن بعد ذاك رجع للمغرب وتوجه إلى السمارة من أجل تحرير الصحراء المغربية من قبضة الاستعمار الإسباني. 1970 كان إبراهيم باصيري هو قائد انتفاضة سميت بانتفاضة الزملة. وهذه الزملة هي منطقة تقع بضواحي مدينة العيون. وسنة
1970 بالضبط 17 يونيو عرفت واحد الاضطرابات وإضرابات وشغب من الصحراويين بقيادة محمد إبراهيم باصيري ضد الإسبان، ووقعت فيها كذلك عدة اختطافات، ووقعت مجازر من الإسبان في حق المغاربة الصحراويين في ذاك الوقت. وكان عدد كبير من الصحراويين المغاربة كيقوموا مع عدد كبير من الشغب، كسر التهريس، يعني كيتحركوا بزاف. هنا خرج هذا المصطلح الاسم ديالو الزملة، وانتقل الى شمال المغرب، وملي كيشوفوا اي حد فيه حركة وشغب كيقولوا ليه واش انت فيك الزملة. وبالتالي تحولت هذه الكلمة المستوحى من المنطقة الجغرافية من ضواحي مدينة العيون، وعرفت هذا الواقع اللي هو واقع الشغب والتكسير وما إلى غير ذلك إلى مصطلح إباحي. احنا اليوم كشباب في لهجتنا المغربية من كنشوفوا شي حد كيدير شي حاجة شي تصرف ماشي هو هذاك، ولا كيهرس ولا كنقول له واش فيك الزملة. كنستسمح منكم فعلا ان انا كنقول هذا الكلام بزز مني، ولكن الواقع خصنا نقولوه، لان هذا المصطلح مربوط بقضية الصحراء المغربية ومربوط بنقطة وواحد الزمن تاريخي لازم نقولوه بزز منا. الا ان الزمن اليوم هذا المصطلح عاد اليوم في المغرب في شمال المغرب مصطلح إباحي إذا صح التعبير، وراه الواقع على أن هذا المصطلح مستوحى من الأحداث اللي عرفتها مدينة العيون، واللي كان فيها الشغب وإضرابات وكسر وتبادل رشق بالحجارة وما إلى غير ذلك. هذه الأحداث انتقلت يعني أخبارها إلى شمال المملكة المغربية، وعاد المغاربة أي حد شافوه كيعدل هذا الأمور كيرشق بالحجارة ولا كيكسر ولا كيدير شي أمور ماشي هاديش تقول واش انت فيك الزملة. عموما أخوتي نرجعوا لنقطة محمد إبراهيم باصيري، هذا صاحب أول انتفاضة في الصحراء المغربية ضد الإسبان. وباش البوليزاريو ما يجمعوش الصحراء المغربية بالمغرب تيقولوا هذا محمد باصيري صحراوي ما عنده حتى علاقة بالمغرب، وإنما هو مغربي صحراوي عنده علاقة بقضية الصحراء المغربية. وبالتالي فأول انتفاضة في الصحراء هي من شاب ولد وترعرع من أزلال شمال المملكة المغربية، وبالتالي هناك ربط تاريخي بين الصحراء والمغرب ككل. سمعوا الخوت بعد التسريبات الصوتية شهادات في حق السيد إبراهيم باصيري قائد انتفاضة الزملة. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن مني سمعت أوديوك عيد بطيت شوي عن ما فتحت الجروب هون. نأكد لك أنا 100% عن باصيري، حياة باصيري ما يعرف كلمة واحدة بالحسنية، وقعدت مع الشيب اللي قعدوا معاه، قعدت معاهم كاملين، ونقول لك مولي عنه هو قاع ما قد يتكلم مباشرة مع الناس اللي وصل لهم الفكرة، فكيف يسجل كلامه؟ لأنه كان كلامه ما يسجل لأنه لينفروها للصحراء. وكانت المجموعة اللي منهم محمد رحال ومنهم وحدين راهم قريب شيب كبار توفوا وقعد تقريبا كاملين. كانت اللي محمد رحال ربما شيب أكدوا لنا عنه ما يعرف كلمة حتى هما بالسيف يفهموه، ويقولوا له أنت وصلنا الفكرة، ويوصل لهم الفكرة. ومن يوصل لهم الفكرة بالعربية لأنه هو الحسنية ما يعرفها، الحسنية هذا غلط، قلت يا راه لا خلق غلط، قلت العربية أنا عيني على اللهجة الحسنية ما يعرف منها كلمة واحدة. مغلوق بالدارجة، مغلوق، عرفت شنو مغلوق ما يعرف كلمة بالحسنية. وكانوا يقولوا له وصلنا الفكرة ونحن نوصل الفكرة للناس. إلين جا العيون 1977 وهو ما يتكلم، هم اللي يتكلموا عنه. ومنين قبض يسنوا هذيك الوثيقة، هي ربما يا خي أنا بعد اللي على حسب مفهومي أنا عنها وثيقة مطالبة بالاستقلال، كيف قضية وثيقة المغرب اللي طلبوا باستقلال المغرب مع فرنسا، نفس الطرح، لأنه سناو فيها الشيوخ وسناو فيها الكورتيس وسناو فيها واحد مجموعة اللي انضمت عليهم
انضمت على هاك المجموعة باصيري. قاموا سناو واحد الوثيقة وداروا كرانهم، كل يدير كارنتو رقم كارنتو ويسني مثلا عنها شيء كيف مطالبة بالاستقلال. أنا بعد نظن عنها لأن ما قد حد تكلم عن هيك الوثيقة، ولا قد نتمنى من الدكتور محمد سالم ولا حد يشرح لنا هذه بعد النقطة اللي هي. وهو قطعا عنه ما يعرف كلمة بالدارجة، نكدها لك أنا باطل بالحسنية، ما يعرف كلمة بالحسنية. إلين نفقد هو ما يعرف كلمة بالحسنية، وكان وراهم اللي أحمد سالم البصير مازال حي، مازال على قيد الحياة، وقد حد اللي يسولوا ما يعرف كلمة بالحسنية، وكانوا يوصل لهم الفكرة وهما يتكلموا مع الناس. لأنه كما تقول أنت نطالبك باش تجيب لي كلمة واحدة من كلامه وهما ما يقدوا هو قاع ما تكلم مباشرة مع الناس، فكيف يسجل كلامه؟ لأن الناس اللي تنفروا لا يتكلم بدارجة ولا ينفروه للصحراء، وما هم يستوعبوا أفكاره، لأنهم ما هم مستوعبين ثقافته الدارجية. مرحبا وسهلا. والله لقد سمعناها الصلاة عند قاع خلقهم اللي يعرفوه، قالوا عن يتكلموا لا أصحابهم اللي يتكلموا ويقولوا له اسكت لا تتكلم. وهو ما يتكلم قدام حد إلا ذوك الأصحاب المتولين، هو اللي يتكلم لهم. ما يعرف كلمة البيضاء. والله اللي سمعناه وسمعناها زاد الله عند الحمد لله خلق المتولين. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات الكريمات على الساقية وادي الذهب 1884، تحياتنا لكم كاملين. تحية للمشرفين وكافة المنتسبات والمنتسبين. اليوم إن شاء الله نحاول نثير نفتح من جديد النقاش حول قضية الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري، اللي إلى شمس اليوم ما فات ظهرت حقيقة ما جرى والوقائع اللي خلقت عقب الأحداث. ما نراه نطولوا في الشخلق ومن عدل ذا وين لا نجو معرين مرور الكرام على الأحداث بالعجلة، فياك نوصل للنتيجة اللي مديورة منها الحلقة، هي كشف حقيقة مصيره بالضبط. يعني نطرحوا بعض الأحداث ونطرحوا بعض الوثائق وعليها نبنوا إمكانيات مثلا تركيب الصورة من جديد في منين هو الفقيد، والله إلى عاد على قيد الحياة لا قدر الله. اليوم تقريبا عنده بحكم أنه نقبض عنده 28 سنة، لغاية عنده 81 سنة من العمر. إن شاء الله قاعد يعود كامل اللي ينجو عليه من الوثائق، إن شاء الله يعود كامل تفندوا حقيقة أنه في مكان ما. إن شاء الله لأنه يعتبر ذلك، ما يعتبر شهيد، يعتبر فقيد. إحنا ما عرفنا مصيره. حق بعدين. مرحبا وسهلا. مرحبا بك أبا، تحياتي لك على الساقية وادي الذهب 1884. طلبت مني يعني نستبدأ بآية. ظهر لي مولانا أنا خارج آية هم قرآنية تعود متماشية مع هذا الحدث اللي شادين أخبار. الآية يقول فيها مولانا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قلت لك الأخ أبا لهن نأخذوا على لمحة موجزة على حياة هذا الفقيد، لأنه المهم في ذا كامل هي النهاية مع الأحداث كاملة. تقريبا جهد الناس عارفتها، والله اللي يبغى يبحث عنها يعرفها. يعني خارجة مسائل هون اللي حصرية هي اللي احنا نختار ونركزوا عليها. مهم قلنا على أنه محمد سيد إبراهيم بصيري الفقيد خلاقها 1942 بمنطقة بني عياض في تابعة لبلاد قال لها الظلال ببني ملال، ده شرف في الأطلس المتوسط أواسط المغرب، من لأب مرحوم سيد إبراهيم شيخ الزاوية آنذاك، ولأم قال لها المرحومة الزهرة، واللي يقولوا لها أهل المنطقة أمي الزهرة. تلقى تعليمه الابتدائي في المحضرة، وعقب ذاك واصل تعليمه في الدار البيضاء عند عائلة عمه، وقرأ دراسات إسلامية ومشى لمصر. دخل الأزهر وقبض فيها إجازة في العلوم الشرعية، وقب قاس سوريا كمل فيها دراسات القانونية والصحافة، وتأثر فيما تأثر ذاك الزمن
احنا تعرف يا يابا، كنا ذاك الزمن الناس الأولين متأثرين بالثورة العربية والقومية العربية، خطابات الجياش للمرحوم جمال عبد الناصر. ياش قال يا محمد سيد إبراهيم بصيري كان فهمت في القاهرة قريب من ذيك الأحداث كاملة، وقريب من ذيك الأجواء، وتشبع مولي بالفكر البعثي، فكر حافظ الأسد ذاك الزمن، فكر البعثي، حزب البعث الاشتراكي السوري. وهذه كاملة الأفكار جابها معاه من جرى الدار البيضاء، راجع عدل جريدة قالها عندي عنها قالها المساء، أنا اللي واعي عليه. جريدة ثانية هو اللي كان هو رئيس تحريرها، قال لها الشموع. عدل منها عددين ولا ثلاثة. العدد الثالث اكتب فيه مقال فيها الصحراء للصحراويين، وينقال حسب بعض يعني الكتاب والباحثين أن ذاك المقال هو اللي سبب له في أنه تنقفر عليه الجريدة من طرف أجهزة الأمن. هذيك الساعة تعرف زمن الداخلية والكاب واحد، جهاز الاستخبارات المغربية آنذاك اللي كان قوي، وكان يراقب تحركات الصحفيين والأحزاب وذيك الدنيا كاملة، ونشم فيه هو على أنه يحرك ملف المغرب، كان مجهز مثال ومرتب له أموره، وبالتالي قالوا عنه قفلوا عليه الجريدة بسبب ذاك المقال. اضطر عقب ذاك أنه قيم شورى قرر أنه قيم شورى الصحراء، شورى أهله، ترى أبوه وجده، جا للطنطان، ومن الطنطان قاس راس الخنفرة هو أخوه، وعطشي ينتظر الدخول للسمارة، وعقب دخلها لا داعي ياسر من التفاصيل في ذلك، لأنه مهم عندنا هاي الوثائق التالية اللي نجد. السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية الأخوة والأخوات الساقي ودها في 1884. ما يهم في هذه الحلقة باش معنا نعود مثلا نسينا حدث وقسنا حدث، اللي نقسم مباشرة حدث الزملة، حدث اللي تم اعتقال فيها الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيرة، لأنه هو المهم في هذا. لأنه احنا جينا نشدوا أخبار الزملة، يعني تتكونت الحركة الطليعية في السمارة ومن أعضائها، وشنو هو قانونها، شنو هو مسائله، اللي ما له يكفينا الوقت، ما هي ساعة ولا اثنتين ولا يوم ولا لأنه هذا فيه أيام دراسية عديدة. قال ليه نقبض منها الفقرة من عند أحداث الزملة عشوائية 17 شهر 6 1970، اللي تعرفوا على أنها هي كان حدث برمجته لا إسبانيا، معدلة جايبة شيء من الصحافة الدولية، الكنديين والأمريكيين والأوروبيين والبريطانيين، فإياك أنهم يظهروا على أن الصحراويين، والله شيء جزء من الصحراويين هم معهم في مشروعهم اللي يعد العام الثانية ومازال مبارك معه، لأنها إسبانيا مضغوط عليها ذاك الزمن، ضاغط عليها المغرب من جهة، موريتانيا تضغط من جهة، المجتمع الدولي، الشركات اللي باغا تستثمر الصحراء من الخير ما هي باغية، لأن القضية ما نعرف أي دولة اللي يتميلها. وبالتالي عدل ذاك اللقاء محمد سيد إبراهيم بصير ورفاقه، اللي منهم مات رحمه الله واللي منهم حي أطال الله في عمره، استعدوا لهذا الحدث يعني استعداد كبير بطريقة سرية مولي تثبت، لأن الإنسان الصحراوي ممكن يجي على ياسر من المسائل الذكية التي مثلا تحير أكبر الأجهزة، خصوصا جهاز الدكتاتوري الفرنكاوي، اللي كان جهاز بوليسي ديكتاتوري، فيهم ياسر من العملاء، وفيهم ياسر من الشكام، وفي ياسر يعني. رغم ذلك استطاعت الحركة هذه أنها تنظم مظاهرة كبيرة شاركت فيها ما بين يقولوا 3000 و 5000 نسمة، واللي نتائجها رانا عارفينها كاملين. المهم عندنا نبدأ ولا من عند اعتقاله ونتائج مصيره منين. السلام عليكم مرة ثانية الأخوة والأخوات على الساقية واد الذهب 1884. ثم تعرفوا الأخوة الكرام على أن الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري ما حضر المظاهرة، لأنه كان أولا مبحوث عنه، ثانيا كان بدون وثائق ثبوتية تسمح له بأنه يحضر في التظاهر، هو اللي عنده إقامة مؤقتة ما تسمح له بأنه يشارك في ذا النوع، وبالتالي ما شارك. كان يشرف ربما حسب المعطيات اللي عندي من دار حياة الأرباس والجماني،
على سير المظاهرة وسير مشى كلمة، يعني عارف كانوا مشاها مع المرحوم سيد أحمد رحال من أجل إلقائها في ذيك المظاهرة، كلمة عبارة عن رسالة للحكومة الإسبانية حسب المطالب اللي مطروحة طرحتها الحركة، واللي يقراها مسؤول كبير آنذاك في ذاك التنظيم، الأخ الكريم نور الدين بلاري أطال الله في عمره، هو اللي يقرأ ذاك البيان. وربما تعود عندي صورة من قراءة الأخ نور الدين بلاري للبيان اللي أثار حنقة وغضب الحكومة الإسبانية، لأن الإسبانيين قالوا لهم تفضلوا معنا، احنا نقدوا نتقدموا في ذا، وإلى ما ذاك راهو لا خارج مسائل لا تحمد عقبها، وبالتالي راهو عارفين اللي مات الضحايا عندي عنهم 2 قاع مباشرة، عندي أساميهم، والجرحى بالعشرات، لأن النصارى تيرسيو أطلقوا الذخيرة الحية على المتظاهرين اللي كانوا عزل، ناس قاعد يطالبوا لا مسائل كانت في أولها مسائل اجتماعية، ضمان حقوق، يتقادوا العرب، يتقادوا الصحراويين مع النصارى في الخلاص وفي لاس اوبورتونيداديس، يعني في فرص الشغل وفي التكوين ذاك كامل. وكان ردة فعل إسبانيا شرسة جدا، لأنه الصحافة هم اللي صوروا ذاك، خارجين نصور لهم. رأيك نشوف البيت القصيد في هذه الحلقة. احنا قلنا على أن محمد سيد إبراهيم باصيري نقبض يوم 17 مغرباية 17 في شهر 6 70. هو راهم وحدين، مشاو قاسوه وحدين، وقالوا له الناس راهم ليه يلودوا لك يالتك تقيم، قال لهم ما الله، ما عاد الله قال لهم اني انا اللي نعود نجيب اولاد الصحراويات الشي، وفي التالي نقصر عنهم. نو قال لهم لا، كلمة مشهورة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وفعلا قبضوه مع العشرات من الناس، إلا ما قلت تقريبا الآلاف انقبضت، يعني خارج اللي نقبض ساعة ونطلس، خارج اللي نقبض أسبوع ونطلس، خارج نقبض 3 أيام، خارج اللي يلين بقات تم يقتصروا إلى المجموعات الرئيسية اللي كانت مشاركة في ذيك الأحداث، ولا داعي لذكر بعض الأسامي المشاركين في التحقيق معه. عندنا ملف التحقيق اللي نطرحه بالإسبانية، ونقدر نحاولوا إلا قدينا نشروا الترجمة خارج مولي موجودة، وبعض المسائل اللي حاولت الإدارة الإسبانية، إذا خصوصا لها سيكوندا سيكسيون في الشرطة الإسبانية اللي هي المخابرات، إنها تزور مصيره هو. وهذا هو بيت القصيد عندنا في الحلقة. الإخوة والأخوات الكرام، على ساقية وادي ذهب 1884 عندنا هنا تياها 5 روايات مختلفة عن مصيره، وكاملات عندنا لهم وثائق تثبتهم. عندنا وثائق من جهاز الأمن، جهاز الشرطة الإسبانية، اللي تثبت على أنه تم مثلا خواوه قيس المغرب. وخارجة وثيقة ثانية تثبت على أنه استاين بوسكا يكابتورا مثلا عنها مذكرة بحث في حقه. انزرقت الجميع اللي كنا احنا نقول لهم ذاك الزمن الباسط، يعني مراكز الحراسة الحدودية في المحبس، في الطاح، في بليدات، من أجل التمويه عن مصيره. وبالتالي نطرح وثيقة بوثيقة ونحاول كان نشرحوها باختصار. غير سابق ذاك خالقة وثيقة مهمة هي اللي نبدأ بها على مصيره الحقيقي حسب اعتراف 3 من ضباط ترسيو اللي شاركوا في عملية نقلوا ذات ليلة من مقر السجن إلى بليدة، مزلنا نقولها بعدين. عندنا هنا تيها شيء من الأحداث الإخوة الكرام فيها قدر من الاعترافات. هون وثيقة تقول على أنه خارجة ليلة مقمرة، ليلة قمر 14 في سماء العيون، ليلة 29 في شهر 7 1970، يعني عقب اعتقاله هو بشهر عندي 24 يوم.
القائد قالوا القائد الكابيتان أسينسي مساعد الحاكم العام بيريز دي ليما الذي تم تعيينه مؤخرا كمندوب أمني إقليمي. ساعة القائد هذا كانت تشير إلى 4:30 صباحا عندما ظهر مع سيارتين من لاندروفر مباشيات عند بوابة الثكنة المدفعية على مثل المركبات. هذه الوتات كانت دورية مكونة من فيالق خوان دي أستوريا، فيلق، هي كتيبة من فيلق قالوا خوان دي أستوريا التابعة لترسيو، بأوامر من نقيب ولواء ملحق بالمقر المقرب من الزنزانة الواقعة عند مدخل الفوج بجانب صندوق الحراسة. يعني ذيك العسيسة حداها زنزانة صغيرة. قال لك أخذوا رجلا قصيرا لابس جلابية ومغطي راسه، مغطين راسه بغب الجلابية ووجهه دارق غالبا بين لحيته. كان يحمل في يده كيسا بلاستيكيا ولم يكن مقيد اليدين، ما كان اسبوسادو. هذه الأولى. هذه الأحداث يذكرها ثلاثة أشخاص مشاركين كشهود عيان احتفظوا بهذا السر بالمجهول. يقارقاسوا كورة اللي ينقال له فيليكسي أرفيتي، كان كورة على لا إغليسيا. وتعرفوا عن لا إغليسيا رايك خاقش ينقالوا لاس كونفيسيونيس. الناس في إطار السر المهني وسر الشغلة ما يذكروا بالضبط ذاك اللي يعدلوا. يعتبر السر المهني يعاقب عليه القانون. يغار هما اعترفوا أمام هذا الكورة على أنهم مشاو بالفقيد هذا مرقت الوتات هاو ثنتين مرقوا من قشرة الترسي اللي يعرفها، وقطعوا قنطرة واد الساقية وطلعوا على الطريق مسوحرين وجاوا على المطار. وعاقب ذاك تخطاوا مستقبلين منين دخلوا الذراع مالوا الوتات مقافيات وجاوا ولادهم شطيب واد الساقية، جاوا ولاد غرفة غرد ووقفوا قالوا له قض أطرحنا. قالوا له الزازوايا كان لابس الرافد اللي هي الحلبس وتقدموا به وأطلقوا عليه النار وردموه في غرفة الغرد. وتعرفوا أنتم معنا الغراد عادة الغرد يعود كبير. الرحلة السنوية للغرد هي 15 متر في السنة ويعود قاع كبير. هي ما يحرك، يعطي سنوات ما يحرك. وذاك الزر من واد الساقية لا غراد جاي من نيجريت هذيك مقريو. وبالتالي حد حسب هذه الرواية عنه حد باغي يجبر الفقيد سيد إبراهيم باصيري راهو في الأغراد. هذه راهي واحدة من الروايات، رانا ما فتنا مثلا اثبتنا على رواية واحدة. احنا هون لا ناقلين للأحداث، ما فتنا بالضبط تأكدنا من كانوا حي ولا ميت. الرواية الثالثة تقول على أنه شيعت الحكومة الإسبانية على أنه مشى هارب. هو هرب راسه ما نقبض قاع، هرب راسه للمغرب ووجد مقتولا في انقلاب الصخيرات 1971. عاقب ذاك عندي عنها 18 ولا 9 على حسب خارجة وثيقة ثانية من زيت اللودها ريجيني على أنه انفورمي قال على أنه وجد مقتولا ضمن الناس اللي كانت في محاولة انقلاب 1971. وهذه مولي لها محاولة تضليلية أخرى من أجل أنه يمحوهما آثار الجريمة اللي عدلوا في حقه هو في حق الشعب آنذاك.